أهلا بيكم في قناة فن الطهي مع إيناس. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا وحاجة تكون ساقعة ومرطبة في الجو الحر اللي احنا فيه. هنعملها بالفاكهة اللي موجودة عندنا في السوق. معانا عنب ومعانا جوافة وفواكه مسكرة. الفاكهة دي اختيارك انت، يعني انت لو عايزة تبدلي بدل الجوافة أي نوع تاني في الفاكهة تقدري تعملي اللي انت عايزاه. ومعانا معلقتين من الجيلاتين ومعانا كيس من الفروتي ده برضو اي طعم انت عايزاه، مانجا، تفاح، اناناس، الطعم اللي انت تحبيه. بعد كده في حلة على النار هاخد معلقتين الجيلاتين وكوباية وربع مية وباكل فروتي وهفضيهم في الحلة واغليهم على النار. بعد ما بيغلوا بقى على النار ببتدي ان انا افضيها في مصفى عشان اتجنب اي تكتلات من الجيلاتينة، ممكن تكون لسه ما دابتش فممكن تعملي التكتلات واحس بيها في الطعم. فمنعا لكل ده انا زيادة احتياط ان انا بصفيها. تمام. بعد ما اصفيها واتأكد كده ان مفيش حاجة هبتدي ان انا اجيب بقى الحاجة اللي انا هحط فيها. انتي لازم الوصفة دي تكون عندك صينية صغيرة، المهم ان انتي تكوني تعرفي تقلبيها. تمام. فانا جبت القالب ده وهرص فيه العنب، وبعد كده هحط معاه الجوافة. قلتلك الفاكهة دي اختيارك انتي، الفاكهة اللي تحبيها تقدري تحطيها، ممكن تحطي كمان التين، يعني ده اختيارك براحتك. الفاكهة دي ممكن تحطي اكتر من نوعين برضو، وهتصبي برضو معاها الفروتي بالطعم اللي انت عايزاه. تمام. كده انا رصيت الفاكهة فيها، وهحط الفواكه المسكرة برضو فيها، وهخليها في الفريزر ليلة كاملة. تمام. وبعد كده هبقى اطلعها من الفريزر واوريها لكم. يا ريت لو عجبك الفيديو وانت بتتفرجي ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. دلوقتي انا طلعت القالب معانا من الفريزر، هبتدي ان انا احطه في الطبق واقلبه، وده بيكون الشكل النهائي للطبق الحلويات اللي احنا عاملينه مع بعض. ويا رب الفيديو يعجبك، وان شاء الله بيكتبولي في التعليقات لو الفيديو عجبك. وما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.